ورجعنا لكم تاني. انتوا لسه بتتفرجوا على البودكاست بتاعي. انا سيد فان هيلسينج، حفيد فان هيلسينج الجد، وهو فان هيلسينج. حضراتكم عارفين فان هيلسينج طبعا. فان هيلسينج معروف طبعا، ده تعبنا. ما انا عارف ان هو كان الجد ده انت فاكر ان كان جدك بس؟ لا دي انا سلالة السلالة قديمة. ايه؟ هو باين من ريحة البلطو ده بصراحة، دي قديم قوي اصلا. انا هم مستلم ريحة اجداد ده بقى. ايوه صح، ده عرق بقاله كتير قوي ده بصراحة. عبق. بس هو كان جدا. بيكرهكم ليه؟ طيب انا شايف ان انتوا ناس لذيذة يعني. شغلانته ساقط مصاصين دماء. خلاص يعني ده كاره، فاحنا برضو كنا طب متفاهمين. هو اصطاد حد من اصدقاء يعني عزاز عليكم او كده؟ ياما. انا بعتذر لكم بالنيابه عنه، لان انا بعد ما قعدت معاكم اكتشفت ان انتوا جواكم يعني ناس كويس، ما عدا حضرتك. بصراحه حضرتك مخوفني جدا، انا اسف يعني. هي الانياب بس بتدي بكره الأثر. الانياب تبين. أيوة. كده يعني. شو حضرتك قلت لك دمي تقيل، بس حضرتك ما صدقتني. انت شربت انياب وسنين بتفوت. جميل بس عمر حضرتك ما بيجريش بقى شفت منك. بقى؟ ايوه صح. عرفت ان صح هي صح. انا عندي انا حضرتك في حته فنيه انا واخد بالي منها من الاول بصراحه. انا سعيد بيها جدا. بحاول. طب عايز اسال سؤال، حضراتكم بتروحوا لدكتور السنان؟ اصل حضراتكم بقالكم كتير قوي ما بتستخدموش غير دي يعني. هل في دكتور سنان معين يعني مثلا تحبوا تروحوا له او كده؟ يعني عارف انت لما تبقى اصلع وتروح للحلاق. بنروح ناكل الدكتور بس مش بتاكلوا الدكتور بس بنروح برضو، انت فاهم. طب يعني بيعمل حاجه الاول بعدين بتاكلوه، ولا يعني بتستغلوه كده، ولا انتوا تخشوا مساء الخير؟ هو احمس بيحب الاول يقرا المجلات الموجوده في الريسبشن بره كده. بيقعد يقرا المجلات ويتفحص فيها واخش له يعمل لي بولش. بيكون هو يعني زي ما تقول ايه، برضو انا بحب انكل للضحيه. هو بيقرب اصله كمان. هو بصراحه هو غلطان يعني. بس انا بحب ايه اللي جابه هناك. ايوه بالظبط، هو ايه اللي وداه هناك فعلا. فبخليه يعمل بولش، بنكل بالضحيه ازاي، اخليه يسنن سناني اللي انا هعضه بيها. هو ما يعرفش. ده هو يا حبيبي ما يعرفش، ده غلبان بيسن اسنان. زي ما تخلي حد يحط لك حاجه كده عشان بقى لما تقتله بقى الدم ما يزروتش في حته، تعرف تلمه انت كده. انا قلت لك ان انا سادي يعني. سادي الفونس. بس طبعا دي طبيعتنا يعني، مش هنعمل ناخد افهاتي على الهوا كده ولا عادي. كملوا يا جماعه، انتوا بتضحكوا ليه؟ كملوا يعني. فدي طبيعه يعني. حرامي افهات على الهوا. دي طبيعه ما اقدرش ان انا اعمل بيها حاجه. خلاص ما هنعمل ايه بقى، حضرتك عملت كده بقى خلاص. طيب انا هسأل سؤال معلش، عشان انا في حدث تاريخي انا كنت عايز اتكلم عنه، وهو مذبحة القلعة. عشان انا عارف ان في تفاصيل كتيرة وفي ناس كتير قوي ماتت. فحد بس انا عايز حضرتك تشرح لي الاول وبعدين نسمعها من وجهة نظر. انا ما اذيتش حد، ما موتش حد. هم كانوا حضرتك كنت موجود فيها. هو انا مش عايز اقول تفاصيل، انا كنت هناك بس يعني هو بابا يعني هو خدنا هناك، وهو كان مظبط مع مين كان صاحب القلعه؟ كان الوالي ساعتها. اوكي. فكان مظبط ان في حاجه هتحصل. انا كنت رايح على اساس ان انا حضرتك فاكرها سربرايز بارتي عادي يعني مع ابويا عادي. مع ابويا واخويا. اكتشفت بقى ان يعني بقالنا 3000 سنه عايشين، طبعا غيرنا التاريخ ومنها مذبحه القلعه. شويه مماليك ما خدوش في ايدينا نص ساعه. يعني بس ده حدث تاريخي معروف، بس هو مش مكتوب كده طبعا. بس في واحد هرب. في واحد هرب. قعدنا نزعق. في تعالى يا ابن المملوكه هنا. ما فيش، هرب بالحصان ونط من القلعه، وده الوحيد ده اللي نجي. ونط بالحصان وعايش عادي. ما هو ازاي بقى؟ ما ده يخلينا نفكر برضه. ومن فوق على نزل وعاش على حصان. ونزل وعاش وكمل وهرب. ازاي بقى؟ كنا عضنا. ما هو انا لسه هسأل. انا عايش ومش عايش. اقول لك عايش ومش عايش. والله بص، انا حاسس ان حضرتك هتقول حاجه انا كنت هسألك عليه. في حد من المشاهير مصاص دماء، مظبوط ولا غلط؟ مظبوط. مين بقى؟ من غير اسامي. هقول لك. كل يوم عن يوم بيظهر. ماشي، يبقى احنا كده بنقرب. ايه الهضبه؟ فامباير ولا مش فامباير؟ فامباير طبعا. فامباير ولا مش فامباير؟ بس هو باين، هو بيصغر شاب طول عمره. ايوه، ما فيش، ما بيكبرش. ايه السبب الوجيه غير ان هو فامباير؟ ندي لك امثله بالادله. انا عايش ومش عايش. انا عايش ومش عايش. ليلي نهاري. ليلي نهاري. قمرين.
بالليل كل حاجه راجل بالليل. ده كلها فامباير. حاجات كلها ليليه. حفلاته كلها حفلات. امتى؟ بالليل ما شفتلوش حاجه الصبح، فما بيغنيش مثلا في حضانه مثلا او حاجه كده او عيد ميلاد الصبح. ولغى افراح دلوقتي ما هو خلاص لأنها عشان بتكمل بتكمل بعد الصبح. الفجر والشمس مظبوط، بتطلع صح. ما بس يقدرش. كفايه عشان الناس هتعرف. صح صح مش صح عايزين صح. مش عايزين لا ده دي لا أسرار- بس اسرار فامبايرز. اتفضل. لا بس انا كنت شاكك بصراحه. وخد بالك برضو في فنانات برضو. ايوه من سنتين معدودة بتصغر أصالة. ايوه صح. رجعت مش شابة مش تاني. مش هو- اصاله، لا بيتكلم عن الاصاله الأصالة نفسها. طرب، وفي فنانات كتير طبعا معروف. الأصالة. اللي تشوفهم تصغر دي تعرف انها اتعضت وبقت مصاصة دماء، وتعرف انها تحافظ على شبابها. وده بيفرق طب في الموهبه كمان، ولا اصل الموهبه بتفضل زي ما هي ولا بتتاثر لا ولا هي بتقل. الموهبه بتقل شويه صح. الاغاني ما بتبقاش هي نفس لا اللي القوة. بيتعض معروف ان شخصيته يعني بتدوب كده مع الوقت. مع الزمن. الوقت كده حي ميت كده. حي. تقعد تسمع محمد محي كتير ويعني ايوه تامر عاشور كمان تبقى برضه ساعات مكتئب. بيقطع جامد ده. صعب انا بسمعه بصراحه، انا حالتي صعبه انا. طب نسال سؤال فرفشه كده. بتطلعوا الساحل مثلا؟ بالليل يا بتطلعوا الساحل بالليل؟ كيكيز فاكر، وكل الحفلات احنا هناك من غير ما تعرف. من غير ما تعرف، بس احنا بنروح بالليل. ايه السؤال تاني؟ انتوا بتحبوا تطلعوا الساحل مثلا الشمالي؟ فاكر لما رحنا العالمين وقت في الحرب المعركة. نروح نلقط في الضحايا. لا مش احنا اللي عملنا، بس كان صيف جميل. كانوا ميتين. هم كانوا ميتين اصلا، مش انتوا بيفلفصوا يعني. برضو كانوا شويه انجليزي يعني، فمش مش ولاد بلد يعني. مدبلج يعني دم مدبلج كده. ايوه لا، صح. كانت، ورحتوا لقطتوا بقى من الجثث. بس بتخرجوا تسهروا، انا حاسس حضرتك بتسهر. اصل يعني حضرتك بتحب المزيكا؟ بحب المزيكا بتحب وبحب اشوف المزيكا؟ الناس بترقص على المزيكا. يعني ساعات ممكن نسهر بس يعني في البيت ولغايه الظهر يعني. ده افطرايه دي. دي بقى حضرتك لما نطلع في الشمس بس احنا كده عندنا نقفل عشان اليوم مقلوب بتبقى الناس بفرايه. الناس بتبقى مخبوطه اصلها. ايوه صح. خدت بالك من اللي قاله ولا؟ قال لما ايه حضرتك عشان بالنسبه إحنا لكم بتبقى بالعكس بفرايه. عشان مش احنا افطرايه. ايوه صح. احنا بنطبق الظهر. وبتقول ايه؟ احنا بنقول هنفطر، انت بتقول هنبفر. هنبفطر. هنبفور. اتهيألي لا هنبفر. ده بيبفر لما بيشرب دم كتير. بيبفور. بيبفور. ده احنا قلنا والله مصطلحات بصراحة احنا جميلة رحنا. جميلة. احنا رحنا. جميلة. خد بالك انا الوحيد اللي ما بضحكش. طيب. انا ده يعني احنا اسفين. طيب معلش بمناسبة المشاهير بس هنرجع. انا بحب اصلي، انا كان نفسي اصلا اطلع مذيع واقف في مهرجان الجونة اتكلم انت مذيع اهو. كان تنفع نفسي مذيع والله. على فكرة يعني. كنت بقى في واحد كده بقى شبهي كده شوية كان بيروح يستضيف النجوم على المهرجان بس ده كده. دمه دمه يلطش. ده ما اوعى اوعى لا لا مستحيل. لا دمه وحش قوي بصراحة. بس انا احسن منه. ايوه. انا احسن منه. طيب بالمناسبة بتاعت المشاهير، في اغنية جديدة بتقول انت لو كنت بتهتم، ايوه. انت لو كان عندك دم مخصمك. ما دي كانت بتغنيها مش لحبيبها، الضحيه. لضحية صح. ان هي راحت هي غالبا راحت لقيته فارغ اصلا، في حد عضه قبل. سبقها. ايوه بالظبط، هي دي قصة الاغنية. بس ما حدش يعرف. عشان كده بقى هي مخصمك انت بقى. هي بتغني له هو. سبت لها الفوارغ وهي ما. طب ما فيش مثلا نظام تبديل مثلا لو حضرتك خلصت مثلا جثه فتديها الفارغ فتديك جثه تانية مليانه؟ يا ريت مفيش والله النظام لو ده. في سيستم نعمل كده. سيستم والله يعني. حاجة رهن لكن يعني. لو قدمت اشلاء، الاشلاء مع بعض بيدوك بسكليتة في الاخر. فاكر في التسعينات. ايوه. كنت تشيل الكاب كده، تعرف ان هو في المسابقه. وحاجه تانية بقى يعني كان عندنا نفس المشكله. الجمجمه بقى دي كانت اصعب واحده. دي كانت الجدون بتاعنا. ما كانتش بتيجي. هي دي ما بتجيش. ما احنا فاكر مسابقه زي دي، بس احنا بقى عندنا بقى كان عالم تاني خالص. كان على سيره الاشلاء بقى، احنا في مره لما حاولنا نلم الاشلاء دي عشان نستلم بسكليتة، كان ناقصنا الجمجمه. ما كملتش، فمن هنا بقى ركبنا الاشلاء دي وعملنا ماده. انت بقى لا بنت انت ماده خدت. ده زومبي أيوة. بقى. ده زومبي بقى ده. طب ايه أيوة. الفرق الرئيسي؟ لان ده عايش ومش عايش، وده برضه عايش ومش عايش. الزومبي بقى اختلاف بقى طبقيات. للاسف احنا في عالم الانديد زي ما بيقولوا في طبقيه. في عنصريه وكده برضه. ال1% اللي فوق. دول اللي هم شاربي الدماء.
يعني احنا ما بنحبش نتكلم عن نفسنا بس. اللي يتعض يبقى مصاص دماء. انما احنا بس دوقناه نقطه من دمنا فبقى بقى تسوح بقى هو ماشي يهرش بقى، هيموت، عايز يبقى هيموت وعايز يبقى زينا. هيموت ويتعض. وانتوا بتحبوا يعني تضايقوه كده، يعني تتعاملوا معاه بعنصريه وكده ولا؟ هو برضو احنا ما ينفعش نطلع بره كصبح، فاحنا جايبينه بقى هو بيعرف يطلع يطلع لنا صح. الاوراق ويجيب لنا الحاجات ويروح السجل ويجيب الختم النسر ويملى تانك الدم. احنا مش أيوة، مش هنخرج بقى عندنا عبد. صح. ونفسه يتعض هو عايز يتعض. قال لي طب عضنا ساعه. طيب هي عامل لي ساعه كده. اللي عايزها بتاعت زمان دي، بتاعت اللعب دي. اي عض. يا حبيبي بص هو غبي طب بس غلبان. طب الاشباح موجودين ولا مش موجودين؟ قول له بقى. اشبه مين؟ الاشباح مش شبح يعني، مش شبح على تيك توك وكده يعني، لا شبح شبح اللي هو شبح اللي هو بشعر نودلز وماشي باندر ولا اوفر سايز لا مش ده، مش متشبحن يعني، لا شبح اللي هو كده بيطلع بيبقى لابس ملايه انتوا كده. بقى بتطلعوا الشبح معلش في اللفظ سيس شويه. ما عندناش حد بيطلع يقول ما بيقولوش في اصلا يطلع يقول ليه؟ ما هو دي هتضحكني مش هتخوفني بصراحه. يعني عايزين هو بيسأل بالانجليزي يعني هو يعني ده غريبه شويه. اتس مي يعني. ايوه. طيب بالنسبه طيب للكائنات التانية الخرافيه اللي احنا نسمع عنها، قولوا لنا كده في ايه تاني موجود؟ يعني مثلا في اسمع عن مثلا الجوبلن. الجوبلن ده موجود ولا عشان انا قلت لحد في العربيه على طول عنده جبال الجوبلن ولا انت بتتكلم عن الجوبلن اللي هو بيبقى صغير كده وعنده كده ودان العفريت الصغير الجوبلن. اصل حضرتك ده انا بدرس بقى العفريت الصغير الجوبلن ده جوبلن كده. ايوه بيبقى مجبلن على نفسه كده. ما شفتوش دول بيبقوا انا هقول لك دول بيبقوا زي زومبي بس يعني هو بشر القزم. معلش بالظبط بيبقى حجمه صغير يعني اتولد كده يعني هو ده مقاسه يعني قضاء وقدر مقاسه كده ف عيب خلقي بس فبيبقى هو زومبي بس هو متجبلن كده. هو صاحب برضو يعني مخلوقات. هو يحب الحاجات الفريكي يعني مش الحمام. هي حاجه غريبه فريكي يعني. بس هو بيحب الاختلاف وبيحب كده يبقى يتعرف على حاجات صح. والله حب كله حب. كان صاحب احدبة نوتردام. بس الحته اللي ورا دي كانت ده كيس دم ده بقى نوتردام. حب حياته احدبة نوتردام دي. معقوله؟ ده حضراتكم بتسافروا؟ عارف احدب نوتردام كان رامز جلال عمل فيلم بقى اسمه احمد نوتردام بقى ما كانش بيضحك كده. صح كان يعشقها. احدبت بقى يا حبيبي دي عندها الاحدبه من ورا. ما فيش. هو يعشق تضاريس المراه اينما كانت حتى لو في ظهرها مش مشكله يعني. عشق رهيب. كل شويه انت فين يا رمسيس؟ انا في نوتردام. طيب انا كنت عايز برضو اتكلم عن العلاقات اللي هي الرومانسيه يعني احنا اتكلمنا على الاحدبه وكده والموضوع ده، بس بقى عايزين نعرف هل في علاقات مع بني ادمين حصلت علاقه حب يعني حب وانجذاب؟ انت قلت له شكلك قلت له انا بحب البني ادمين قوي. بحبهم قوي. انا عارف حاجه اسمها بني ادم. حبيبه قلبي من وي جو واي باك يعني مئات السنين. للاسف خسرتها بس رجعت لي تاني. احرق الفيلم بقى مش مشكله. اقول لك احرق الفيلم. لا احرق الفيلم. احرق انت قلت له انت قلت له ان احنا وي جو واي باك. وي جو واي باك. انت العلاقه فوق ال 100 سنه. اوف. يعني هي الست عندها كام سنه دلوقتي اللي حضرتك بتحبها؟ احدبة نوتردام ولا مين؟ احنا بنتكلم على مين؟ بعد لا بنتكلم على البني ادمين. طب هو شخص رمسيس اخويا مصاص الدماء بيحب البني ادمين قوي. مش عارف عقده او نقص يمكن حنين. طيب للي ما قبل يمكن بعد 3000 وشويه لسه برضو في حته ما ماتتش. انت مثلا انت قاعد انت بتحب تاكل ايه على الغداء؟ ارانب. هتقعد تحب في الارنبه؟ لا صح. لا غريبه فما ينفعش اتجوز ارنب بصراحه تبقى غريبه. لو الارنب ده كان صديق مش اكل
ما بس برضه مش هحبه هتاكله؟ بصراحه. لا ما لو هو صديقي لو سميته لو لا سميته لا كان عندي واحد اسمه كان اسمه اشرف فعلا. لو سميت اشرف كلت اشرف ده الوحيد اللي ما كلتوش بصراحه بقى؟ بس امي كلته. ما هي ما سميتش هي بصراحه. قلبه مش موجود، قلبه ميت، ما فيش خالص. قلبي طوعني على طول. شايفهم طبق بوفيه. انت شايف بوفيه حته لحمه، حته لحمه. بس لو اتحط في التلاجة وجلط ما لازم اسخنه وهاكله برضه، ما عنديش مشكله. انا اللي هجلت والله. هو حضرتك انا اتجلطت خلاص من زمان عشان في حته اتسدت هنا كده. معلش اسيحها لك. لا ارجوك لا خلاص انا اسف. لا انا استني جاهزه لو لا انا حضرتك لا هو يعني حتى شوف حتى لو هموت هو يموتني ما لاش حضرتك كلك عشان في عنف هنا. وقت ما تعوز ده هيهني مش يعني كلمني احنا خلاص اصحاب. خلاص انا هبقى اكلم لما وانت بتودع كده ولو في حاجه وخلاص اكلمك اقول لك بقى والنبي بس تعالى بس فنش بس الحمد لله عشان برضه حضرتك تاخد وجبه كويسه يعني. الكلام ربنا يخليك. متشكرين جدا يا جماعه ويعني بصراحه انتوا نورتونا بس احنا برضه لسه عايزين نتكلم عن العلاقات فخليكم معانا ان شاء الله عشان برضه احنا عندنا مفاجآت في البرنامج كده ان شاء الله. يعني ايه هناخد ارائكم في حاجات كده دمها خفيف. كان معاكم سيد فان هيلسينج. البرنامج اللي انا لسه ما صميتوش بس انتوا بتحبوني فتتفرجوا عليه وخلاص يعني. الحمد لله. شكرا.